أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ال PCR أو تفاعل البوليميراز المتسلسل. هو طبعا في الفترة بتاعة الكورونا انتشر جدا كلمة PCR، وناس كتير بقت بتقول ال PCR، ومش ناس كتير فاهمة ايه هو ال PCR وعايزين يفهموه أكتر. فممكن يا رضوى لو سمحتي توضحي لنا ايه هو ال PCR؟ أكيد، هو ال PCR باختصار هو أسلوب مستخدم في المعمل علشان نصنع آلاف إن ما كانش ملايين النسخ من الحمض النووي اللي احنا عايزين نكشف عنه. طب احنا ليه عايزين نصنع نسخ كتيرة من الحمض النووي؟ لأن هو شبه البصمة. لو أنا بدور على الحمض النووي بتاع الفيروس اللي مسبب لمرض الكورونا ولقيته، يبقى بالتأكيد الفيروس ده موجود في العينة اللي أنا دورت فيها. احنا ممكن نستخدم البي سي ار على أي نوع من الحمض النووي. مثلا لو الحمض النووي أصله جاي من الفيروس أو أصله جاي من البكتيريا أو حتى أصله جاي من الإنسان. يعني لو احنا مثلا لقينا عينة موجودة في مسرح الجريمة وعايزين نكتشف العينة دي أصلها جاي منين، لازم الأول قبل لما نحللها نعمل نسخ كتيرة منها علشان نقدر نكشف ونتتبع مصدرها. طيب حلو قوي التشبيه بتاع البصمة ده، بس أنا يعني ممكن توضحي لنا أكتر ليه إحنا عايزين نعمل منه نسخ كتير؟ يعني إحنا ممكن نشوف البصمة كده وخلاص، ليه نعمل منها آلاف النسخ؟ الإجابة لأن العينة اللي احنا بناخدها مهما اختلفت الكمية بتاعة الخلايا اللي موجودة فيها بتبقى قليلة. واحنا كنا اتفقنا مع بعض الحمض النووي موجود جوه النواة في كل خلية من خلايا الجسم. فعلشان نقدر نستخلص الحمض النووي هنلاقي ان الكمية اللي احنا استخلصناها قليلة. اولا ممكن تتكسر بسبب تعاملنا معاها معمليا. ثانيا التجارب المعملية والتحاليل اللي احنا بنستخدمها بتعتمد على وجود كميات ونسخ كتيرة من الحمض النووي ده. فاحنا الأول لازم نصنع نسخ كتيرة منه وبعدين نحاول نكشف عنه. تمام، بس أحب أفكر الناس اللي بتسمعنا إن إحنا عملنا قبل كده حلقة عن الحمض النووي وعن ال DNA، وهنحط الرابط بتاعها في الوصف تحت. طيب ممكن تشرحي لنا يا رضوى الحمض النووي ده؟ أنت قلتي إن هو أصلا موجود جوه النواة بتاعة الخلية. طب إحنا إزاي هنقدر نطلع الحمض النووي من العينة عشان نقدر نعمل منه نسخ كتير؟ جميل، احنا خلينا كده نشوف مع بعض ايه انواع العينة اللي ممكن تجيلنا. احنا ممكن يبقى عندنا عينة دم، ممكن يبقى عندنا عينة عبارة عن مسحة فيها بعض الافرازات من الجهاز التنفسي، ممكن تبقى عينة لعاب او عينة من الجلد، الشعر، البراز. اي عينة فيها خلايا نقدر ان احنا نستخلص منها الحمض النووي الدي ان ايه ونستخدم تقنية البي سي ار علشان نصنع نسخة أكتر من الحمض النووي ده. طيب هنستخرج بقى الحمض النووي إزاي؟ احنا الحمض النووي قلنا انه موجود جوه النواة اللي حواليها جدار دهني، والنواة موجودة جوه الخلية اللي برضو محاطة بجدار دهني. تعالوا كده نفكر مع بعض احنا ازاي نقدر نكسر جدار دهني علشان نستخلص الحاجة اللي موجودة جوه. بالظبط شبه فكرة الصابون، احنا بنستخدم مواد كيميائية بتساعد على تذويب الجدار الخارجي بتاع الخلية وبتاع النواة علشان نطلع الحمض النووي من جوه ونبدأ في التفاعل بتاع البي سي ار. طيب احنا كده بقى معانا خلاص الحمض النووي، ناقص بقى ان احنا نبدأ التفاعل بتاع البي سي ار. هو ده مكون من ايه؟ التفاعل مكون من 4 مكونات أساسية. الأربعة ضروريين علشان التفاعل بتاعنا ينجح. أول مكون هو البوليميريز اللي اسمه سبب تسمية البي سي ار بتفاعل البوليميريز المتسلسل. الإنزيم دوت بيحفز على تصنيع نسخ أكتر من الحمض النووي الموجود في العينة بتاعتي. فده أول حاجة لازم تكون موجودة ومهم قوي إن احنا نحافظ عليه. لازم يكون في درجة حرارة معينة، ولازم يتوفر ليه بعض من المكونات والبيئة الكيميائية المناسبة اللي تساعده إنه يؤدي وظيفته بصورة مناسبة في التفاعل ده.
دي أول حاجة. تاني حاجة، احنا اتفقنا ان احنا هنصنع نسخ كتيرة من الحمض النووي بتاعنا. اذا علشان انا اصنع نسخ كتيرة زي ان انا ابني عمارة، لازم يبقى عندي المواد اللي هستخدمها علشان ابني العمارة دي، لازم يبقى عندي الطوب، صح؟ ففكروا كده في الطوب اللي هو الوحدات اللي احنا محتاجين نستخدمها علشان نصنع نسخ كتيرة من ال DNA. لو كنتوا سمعتوا معانا الحلقة بتاعت ال DNA كنتوا هتعرفوا ان هو مكون من حروف. الحروف دي او الوحدات دي لازم نحطها في التفاعل بتاعي علشان الانزيم لو لقى الحمض النووي اللي احنا بندور عليه يستخدمه علشان يصنع نسخ كتيرة منه. الوحدات دي اسمها نيوكليوسايدات منقوصة الأكسجين ثلاثية الفوسفات. طبعا هو اسم كيميائي كبير شوية، بس ما هو إلا الطوب أو المواد الأساسية اللي الإنزيم محتاجها علشان يكتر من الحمض النووي اللي موجود عندي في العينة. تالت حاجة محتاجاها في التفاعل بتاعي حاجة احنا بنسميها البادئ. البادئ ده هو عبارة عن تسلسل من ال DNA القصير جدا بيستخدمه الإنزيم كنقطة بداية علشان يبدأ يستنسخ ال DNA أو الحمض النووي بتاعي. والبادئ ده هو اللي بيحدد أنا في التفاعل بتاعي هكتر أو هزود نسخ من أنهي حمض نووي. لو أنا مهتمية مثلا ببكتيريا معينة يبقى هستخدم بادئ بيكتر من نسخ ال DNA بتاعت البكتيريا المعينة دي. لو أنا مهتمية بفيروس السارس كوفي 2 المسبب لمرض كوفيد يبقى هستخدم بادئ بيستهدف الحمض النووي بتاع الفيروس ده. فهو البادئ هو اللي بيحدد لي أنا هزود نسخ أنهي نوع من أنواع الحمض النووي اللي موجود في العينة بتاعتي. وآخر حاجة احنا قلنا 4 حاجات. الحاجة الرابعة محتاجة أستخدم محلول منظم وبعض المواد زي المغنيسيوم أو المنجنيز اللي بتهيئ بيئة كيميائية مثالية للتفاعل والإنزيم علشان يحقق وظيفته. طيب احنا دلوقتي حطينا ال4 مكونات دولت على العينة بتاعتي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان التفاعل دوت لازم انا اهيئ له بقى الظروف المناسبة علشان يحصل. الظروف المناسبة دي بتبقى عبارة عن درجة حرارة معينة. احنا بنستخدم جهاز ممكن نشبهه ان هو حاجة شبه الفرن او الميكروويف بيتحكم في درجة الحرارة بتاعة التفاعل بتاعتي، والتفاعل بيفضل في الجهاز فترة من الوقت على حسب التفاعل ده بيستنسخ انهي نوع من انواع ال DNA. في بعض التفاعلات ممكن تقعد ساعة، ساعة ونص، في تفاعلات ممكن تقعد ساعتين 3. في الشغل بتاعي كنت في بعض الأحيان بستخدم تفاعلات PCR بتقعد لغاية 6 ساعات. فالفترة الزمنية بيحددها نوع التفاعل اللي احنا عاملينه. لكن في الآخر احنا بنكتر من النوع الحمض النووي اللي عايزين نكشف عنه. فاحنا عندنا احتمال من 2. لو العينة بتاعتي فعلا جاية من إنسان مصاب بكوفيد هيبقى موجود فيها الحمض النووي بتاع الفيروس، وبالتالي لما نعمل تفاعل PCR الحمض النووي بتاع الفيروس هيكتر وبعد كده هقدر أكشف عن وجوده بسهولة جدا. طب الاحتمال التاني إن العينة اللي عندي ما فيهاش الفيروس المسبب لمرض كوفيد. إذا لما أنا أعمل التفاعل مفيش حاجة هتكتر لأن الحمض النووي اللي أنا بكتره مش موجود، وبالتالي لما أجي أكشف عنه بعد كده هلاقي النتيجة سلبية. شكرا ليكي يا رضوى على التوضيح ده. يبقى رضوى النهارده كلمتنا عن PCR، والبي سي ار ده هو تفاعل البوليميراز المتسلسل، وهو الهدف منه ان احنا ندور على الحمض النووي بتاع كائن معين او فيروس معين، ولو لقيناه يبقى معنى كده ان الكائن ده موجود او الفيروس ده موجود. احنا بنعمل كده عن طريق ان احنا نكتره ونعمل منه نسخ كتير، وفي الاخر نقدر ان احنا نكشف عنه عشان عملنا منه نسخ كتير. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.